اسمع مني للآخر، مش كل مباراة كرة قدم بتنتهي بصافرة الحكم. في مباريات بتنتهي بالسجن وبالغاز المسيل للدموع وبالقهر وبذكريات لا يمكن تموت. حوران 1993 انحبس أكثر من 300 شاب حوراني، مش لأنهم اعتدوا ولا لأنهم خربوا، بس لأنهم مشوا خلف ناديهم نادي الشعلة. وقتها الشعلة كان ينافس على البقاء بالدوري الممتاز بعد ما خصموا منه 6 نقاط ظلم. والمباراة الفاصلة كانت مع مين؟ مع نادي جبلة، المدعوم من النظام البائد على أيام المقبور وأيام الهارب، وبملعب درعا. والحكم جاي من دمشق، جاي وباعترافه هو يخلص المباراة تعادل حتى يهبط الشعلة للدرجة الثانية، هيك بكل بساطة. قبل تبلش المباراة الشرطة جاهزة والغاز المسيل للدموع جاهز، وإشي أول مرة منشوفه بدرعا. هون اقتنعنا انه في لعبة كبيرة على درعا وعلى نادي الشعلة. وبلشت المباراة، ومن كرة طبت بالعارضة وطلعت برا، حسبها الحكم لنادي جبلة هدف. غليت المدرجات والدم بلش يغلى معنا. كمل اللعب الحكم وسجل الشعلة هدف التعادل من تسلل. بنحكي الحق اللي إلنا واللي علينا. لكن الصدمة الكبرى انه بالدقيقة 70 صافرة النهاية نزلت وثبت هبوط الشعلة للدرجة الثانية، وبلشت الكراسي تكسرت. الفوضى صارت فوضى نظامية بالشارع، بغير شارع، بالملعب صارت فوضى. وهون يا حزركم خلصت القصة؟ لا، راح نكمل بقى. ومن ثاني يوم بلشت الاعتقالات. أكثر من 300 شاب حوراني انسجن دون تحقيق، انسجن عرفي، من تحقيق من شخص لشخص، مين اللي كان جنبك، مين اللي كان بحدك. تم هيك اعتقال آخر شيء الرقم ما يقارب 350 إلى 400 شاب من حوران انسجنوا 6 شهور عرفي بسبب مباراة وحكم جاي يخلصها من الشام تعادل بتعليمات من القيادة القطرية لنادي مدعوم منهم. مرت سنين 33 سنة والقهر ما راح، لكن الشعلة رجع على الدوري الممتاز، رجع ومعاه جيل جديد. اليوم تشكيلة الشعلة من شباب، حماس، اندفاع، انضباط، قوة يتحدى فيهم العالم. اليوم هو تشكيلة الشعلة بالشباب هو تحدي للأندية اللي عندها خبرة واللي عندها مال بنفس الوقت. عندهم شباب، حماس، اندفاع، قوة بدنية، تركيز عالي، سماع المدرب. إدارة النادي جابت لاعبين من خارج المحافظة، شباب، اندفاع وحماس، وعلى راسهم أنس بلحوس وغيره من شباب المحافظة، مع خبرة الكابتن بلال العاصمي لاعب خط الوسط. أي نعم في ضعف مالي وفي ضغط على إدارة نادي الشعلة، لكن في شيء أكبر وهو التفاف أهل حوران كلهم ورا ناديهم الشعلة. وللمفارقة تقابل الشعلة ونادي جبلة الموسم الماضي، وانتصر الشعلة بهدف دون رد على جبلة وبجبلة، ورفع رأس حوران عاليا. وللمفارقة اليوم أيضا المباراة الأولى للشعلة مع جبلة، بس شو سقط النظام، لا في نظام يدعم ولا في حكم يحكم ولا شرطة تعتقل ولا غاز مسيل للدموع يسيل. اليوم الشعلة جاي من كل بيت ومن كل حارة، من درعا، من طفس ومن ازرع، من الحارة ومن داعل، من انخل ومن تسيل ومن جاسم، ومن بصرة وبصر، من كل حوران. اليوم الشعلة جاي وبإذن الله الفوز لينا. وراح اترككم اليوم مع معرفات رابطة مشجعي حوران. بتمنى الاشتراك بجميع القنوات وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وكالعادة ماهر أبو سليمان، تحياتي.